لا تبخلوا علينا باشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. شكلت صفقة حصول القوات المسلحة الملكية على صواريخ أتاكمز أرض الموجهة نقطة تحول في ميزان اقتناء سلاح الصواريخ من السوقين الأمريكية والصينية من قبل الرباط. ونشرت منصة سوفريب الأمريكية المختصة في شؤون العسكرية تقريرا أبرزت فيه تأثير صفقة أتاكمز الأمريكية على تركيز المغرب تاريخيا على الصواريخ الصينية الصنع، وكيف يمكن أن تشكل هذه الصفقة أيضا تأثيرا على الديناميكيات العسكرية الإقليمية. واستعرض التقرير حجم الصفقة المعلنة من قبل البنتاغون، العدد الدقيق من صواريخ أتاكمز، لكنه أكد أن العقد الذي تبلغ القيمة ديالو 227 مليون دولار كما تم الإعلان عنه في يوليوز الجاري كيمثل تحول كبير بالنسبة للمغرب الذي اعتمد تاريخيا بشكل كبير على الأسلحة الصينية الصنع. وشدد المصدر ذاته على أن إدراج المغرب إلى جانب إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في هذه الصفقة يشير إلى لعبة استراتيجية من جانب واشنطن لتعزيز الشراكة ديالها في شمال إفريقيا وأوروبا الشرقية. وفي الثاني من يوليوز الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية حصول شركة لوكهيد مارتن على عقد كيهم إنتاج وتزويد المغرب بصواريخ أتاكمز التكتيكية التي تستخدم في رجمة الصواريخ هيمارس. وكتدخل هذه الصفقة ضمن نظام المبيعات العسكرية الأجنبية للسنة المالية 2024 ومن المرتقب أنها تكتمل سنة 2028. صواريخ أتاكمز الموجهة تعمل بنظام أرض ويتم توجيهها بالأساس عبر راجمة الصواريخ من بينها منظومة هيمارس التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي على بيعها للمغرب. ولا يعرف عدد الصواريخ الصينية التي يمتلكها المغرب، لكن تقارير عسكرية مختصة ألقت الضوء على امتلاك القوات المسلحة الملكية نظام الصواريخ الصيني HG-9A3. وفي سنة 2018 حصلت المملكة على رجمة الصواريخ الصينية WS-2D، وبعدها سنة 2021 حصلت المملكة على نظام الدفاع الجوي الصيني FD-2000B وفق منصة Army Recognition. وفي عام 2022 اهتم المغرب بصواريخ وقنابل صينية وخاض مفاوضات ما تعرفش المصير ديالها إلى حدود الآن مع شركة كازيك الصينية وفق منصة تكنيكال روبورت. ووفقة أتاكمز تأتي في سياق إعلان وزارة الخارجية الأمريكية سنة 2023 موافقتها على صفقة تزويد المغرب بأنظمة هيمارس شملت الطلب المغربي فيها 40 وحدة من صواريخ أتاكمز بعيدة المدى. تاريخيا اعتمد المغرب على صواريخ الصين حسب مكاوي في تصريح لإسبريس، مضيفا أن الرباط لجأت إلى صواريخ الصين بسبب التكلفة ديالها المناسبة والفعالية ديالها. وأورد الخبير الأمني أن المغرب يستفيد من لجوئه إلى سوق أمريكا والصين وصفقة أتاكمز بالإضافة إلى الصواريخ ومنظوماتها المصنوعة بالصين. تحتوي الرباط الآن على درع دفاعي حديدي متكامل. وأشار المتحدث إلى أن المغرب حريص على تنويع الشركاء العسكريين، وإن كان تاريخيا يعتمد على الصين لأسباب محددة من أجل تقوية ترسانته الصاروخية. ساهم تقارب الرباط وواشنطن بعد اتفاقات أبرمها في تحول الرباط نحو الصواريخ